اروح انا احمل فرن عشان الحق اخبز، عشان احط لهم العيش سخن كده. اديني جرست العيش كله، اسيبه يخمر واروح انا اشوف اللي على النار. ما شاء الله العيش شكله هيطلع متخمر وحلو. اروح بقى اشوف الفرن حميت ولا لا. ايوه كده حميت كويس كده. اجيب بقى العيش واخده اروح اشوف اللي على النار الاول. ما شاء الله الله اكبر، شكل البيت يا هانم دي. بت يا هانم. ايوه يما. روحي يا بت نظف المنظره عشان الناس اللي جايين يتكلموا عليكي. الناس مين يما اللي جايين يتكلموا عليا؟ واد الحاج شعبان جاي يتكلم عليكي، والله انا كنت فاكره ان واد خالك هو اللي جاي يتقدم لك، لكن هو خطب بالتعامل العقربه. لكن ربنا جبر بخاطرك وبعت لك اللي احسن منه، وكل ده من دعواتي كل يوم الفجر ادعيلك. ربنا يخليكي يما. هو شكله ايه والد الحاج شعبان ده؟ راجل مليح طول بعرض بصي، وعليه شنب يقف عليه الصدر، وده متعلم يما. امال ايه ده؟ معاه الاعداديه، يعني بيعرف يقرا ويكتب. يقلب يا بت، وبعدين انت مالك متعلم ولا مش متعلم؟ المهم ان هو راجل زين. ماشي يما. وبعد ما تنظفي المنظره كويس كده روحي نظفي نفسك، عايزاكي فله النهارده بتلمعي كده، ومش عايزه عينيكي تترفع من الارض، انت فاهمه؟ ولا عايزاهم يقولوا ان بنت الحاج محمد مش متربيه؟ لا يما ما تخافيش، انا اصلا كده كده بتكسف. ربنا يحميكي يا بنتي، يلا روحي لحد ما انا اخلص الوكل. مش عايزه اعمل حاجه معاكي؟ اهلا، مش عايزاكي تتعبي النهارده، انا عايزاكي تنظفي المنظره بس وتنظفي نفسك. حاضر يما. يا رب يجعله من حظك ومن نصيبك حموكش ابن بهانه. اروح انا احمل فرن عشان الحق اخبز، عشان احط لهم العيش سخن كده. اديني جرست العيش كله، اسيبه يخمر واروح انا اشوف اللي على النار. ما شاء الله العيش شكله هيطلع متخمر وحلو. اروح بقى اشوف الفرن حميت ولا لا. ايوه كده حميت كويس كده. اجيب بقى العيش واخده اروح اشوف اللي على النار الاول. ما شاء الله الله اكبر، شكل البيت يا هانم دي. بت يا هانم. ايوه يما. روحي يا بت هانه. اروح انا احمل فرن عشان الحق اخبز، عشان احط لهم العيش سخن كده. اديني جرست العيش كله، اسيبه يخمر واروح انا اشوف اللي على النار. ما شاء الله العيش شكله هيطلع متخمر وحلو. اروح بقى اشوف الفرن حميت ولا لا.